مكرونه هنعمل اجمل زلابيه. ما تستغربيش وتقولي لي ازاي زلابيه، انا عملت معاكم الزلابيه بالطريقه التقليديه بتاعتنا، والنهارده هعملها معاكم بالطريقه المتميزه بالمكرونه اللي انتوا شايفينها دي. وكمان مش هنوسخ ايدينا ابدا ابدا، هنعملها بكيس المطبخ زي ما انتوا شايفين، وكمان مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود، وبسيطه وسهله جدا جدا واقتصاديه. احنا عملناها طبعا احتفالا بليله الاسراء والمعراج. كل عام وانتم بخير. وبعد كده انا كل سنه بعملها مرتين مهمتين جدا من عاداتي الخاصة بتاعتي، ان انا احب اعملها في ليلة الاسراء والمعراج. وبعد كده بقى احب اعملها في ليلة 26 في ليلة القدر في شهر رمضان، هعملها برضو معاكم علشان نحس كده بالحاجات الحلوة اللي في حياتنا. بقى انا هدي لحضراتكم المكونات. معايا 3 كوبايات من المكرونة القلم، عليهم مية سخنة ملهاش مقدار، لان انتي بتحطي المية لحد ما تغطي بيها سطح المكرونة، وتقلبي المكرونة لحد ما تتأكدي ان هي دخلت فيها المية كلها ومش ماسكة في بعض. كده انا فردتها من بعض، وبعد كده هغطيها زي ما انتوا شايفين علشان تستوي على البخار. هي مش هتستوي 100%، بس هتستوي لحد ما تاخد معانا 4 ساعات بالظبط. بعد 4 ساعات زي ما انتوا شايفين كده البخار ملا السطح بتاع الغطا بتاعها، وبعد كده هنشيلها. زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعتها تقريبا 70%، مش هتبقى اكتر من كده لان مش تسوية كاملة، علشان النشا يبقى محتفظ بيها، ما تبقاش شربت كل النشا ونزلناه، لا هتبقى زي ما انتوا شايفين المكرونة مجيرة، مش مستوية استوى كامل. هنجيب شفشق الخلاط وننزل بيها على كمية المكرونة بتاعتنا كلها اللي احنا نقعناها 4 ساعات في مية سخنة. زي ما انتوا شفتوا البخار بتاعها كان ازاي. اي نوع مكرونة مش هيفرق معانا ابدا في الطريقة دي. هنحط مية من مية النقع حباية بساط ونضرب فيها. لو حسيتوا ان هي المية بتاعتها قليلة، زودي مية تانية من مية النقع اللي احنا كنا حاطينها فيها. كده المرحلة الأولى. المرحلة التانية هنحط معلقتين من الدقيق، وطبعا دول في البداية لأن أنا لسه هزود دقيق مرة تانية. بعد كده هنجيب معانا معلقتين من النشا، والنشا مهم جدا في الزلابية العادية أو في الزلابية اللي بالمكرونة. معايا معلقة من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البيكنج باودر هو اللي هيخلي العجينة من جوه هشة. معايا معلقتين من السكر، واهميته ان هو هينشط معايا العجينه والخميره. بعد كده معايا رشه من الملح. طبعا ده اساسي جدا. الخميره الفوريه هنقلب بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه كويس جدا، نخلي المكونات الجافه تختلط ببعض. تمام. بعد كده هنجيب الشفشق بتاعنا ونحط على طول الخليط السائل اللي هو المكرونه المنقوعه، ونقلبها في البدايه كده بالمعلقه علشان نلم كل المكونات من الجناب زي ما انتوا شايفين كده كويس. وبعد كده هنجيب المضرب السلك بتاعنا وهنبتدي ان احنا نضرب بضرب مستمر، يعني مش هنوقف على طول هنضرب. طبعا لسه القوام بتاعها سائل، احنا اتفقنا ان احنا هنحط دقيق تاني. هتبتدي ان انت تحطي معلقه ورا التانية، ما تنزليش بكميه الدقيق كلها، لان النهارده العجينه مش هتكون تخينه، هتكون سايبه شويه معاكي، لان انا حابه ان هي من جوه تبقى ملحمه وفي نفس الوقت خفيفه، ما تبقاش مكتومه. لما تكتري الدقيق هتتكتم معاكي، مش هتبقى زي ما انت شايفه كده. وكمان البيكنج باودر هيخليها تبقى هشه اكتر من جوه، تبقى خفيفه، وهتتفرجي على الجمال بتاعها النهارده. زودنا مع بعض كده في كميه الدقيق. انا حطيت 8 معالق من الدقيق بالظبط بالمعلقتين الاولانيتين، وبعد كده لما كملت معاكم باقي الكميه يبقى كده معايا 8 معالق. وانت ممكن تكتري او تنقصي حسب نوع الدقيق اللي انت شغاله بيه، يعني خطوه الدقيق دي مهمه بالنسبه لكل نوع دقيق انت شغاله بيه. تمام كده علشان تطلع معاكي ناجحه، لان دلوقتي المكونات كلها غاليه، فحرام ان احنا نهدر في الكميه. هنغطيها بعد القوام ما بقي معانا للدرجه دي ونسيبها ساعه. بعد الساعة هنفتحها مع بعض كده ونشوفها اختمرت معانا، وزنها تضاعف، الحلة البولة اتعبت لحد الآخر، اللهم بارك. طبعا الخمر بتاعها ممتاز جدا زي ما انتوا شايفين. مش عايزين نهبط الخميرة، بس انا بوري لحضراتكم الخمر بتاعها وصل لحد ايه. كده المرحلة دي خلصت معانا تماما. هنجيب كيس مطبخ اللي هو كيس التلاجة اللي احنا بنستعمله، ونحط كمية من العجينة بتاعت الزلابية معانا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكيس النهارده هيساعدنا جدا ومش هيخلينا ناخد وقت ابدا. هنفرغ معانا الهواء اللي موجود كويس جدا ونربط الكيس معانا. وبعد كده هنجيب المقص ونقص طرف الكيس من الجنب علشان هو النهارده اللي هنشتغل بيه.
تمام. خطوه بسيطه وسهله، مش هتاخد معاكي اي مجهود. زي ما انت شايفه العجينه بتاعتنا النهارده سايبه، مش ناشفه او تخينه، لا سايبه اهو زي ما انت شايفه كده. دي اهم حاجه، يعني لو لقيتيها تخينه معاكي حتى بعد ما خمرت، زودي عليها معلقه ولا 2 دقيق لحد ما توصل معاكي للقوام ده. كميه الزيت يا جماعه، الزيت غالي، فنحاول ان احنا نجيب حله او بوله صغيره ونحط فيها كميه زيت، بحيث ان انت تاخدي مع الزيت ياخد كمية قليلة، ما يبقاش إهدار كتير في الزيت، وهتسوي الكمية كلها بتاعتك، مش هيبقى فيها أي مشكلة. بس أنا النهاردة أول مرة أسوي في الطاسة، فعلشان بس تبقى ظاهرة معاكم يعني. لكن أنا في العادي بحب جدا أعملها في حلة ستانلس أو أي حلة بتكون ملمومة وما بتاخدش معايا كمية كبيرة من الزيت. زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، جميلة جدا جدا، والواحدة كده صغيرة ورقيقة وطعمها خفيف وهشة من جوه. أتمنى كلكم تجربوها وتقولي لي رأيكم. ما خدتش معايا وقت ابدا، ما وسخناش ايدينا، ما وسخناش اي ادوات معايا، سهله وحلوه. الخطوه المهمه ان انت تشتغلي فيها تقليب باستمرار زي ما انت شايفه كده، لان المكرونه فيها طبعا النشا بتاعها كانت محتفظه بيه، وانا حاطه نشا، فكده هتبقى معاكي اللون بيتغير بسرعه، وهتلاقيها من جوه مش مستويه. لكن لما تقلبيها على الناحيتين، واهم حاجه تكون درجه الحراره معانا متوسطه، ما تبقاش درجه الحراره عاليه. ادي كده كمان طلعت الحطه التانية من الزلابيه زي ما انتم شايفين، حلوه وجميله جدا جدا، والله عجبتنا فعلا. يعني طعمها، هي مش ظاهره المكرونه بس في نكهه حلوه، يعني مدي نكهه جميله جدا. بعد كده نحاول ان احنا نصفي الكميه بتاعه الزيت كويس جدا من جواها، علشان ما يبقاش طعم الزيت موجود. وبعد كده بنمسكها كل الكميه زي ما انتم شايفين، سامعين صوت القرمشه بتاعها، حلو جدا. المكرونه اديت لها من بره يعني زي نشفان كده، ناشفه من بره ومن جوه ملحمه، منتهى الجمال بصراحه. انا حطيت سكر بودر، حضراتكم حابين تحطوا عسل نحل، سيرب، اي حاجه مش هتقول لا. يعني الزلابيه حلوه جدا وامكانياتها بسيطه زي ما انتم شايفين. الواحده منتفخه حلو جدا، طبعا من بره الكفر بتاعها بيقرمش، ومن جوه ملحمه زي ما انتم شايفين. فعلا والله طعمها جميل جدا وبسيطه. لو عجبتكم الزلابيه النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك، وكمان تتابعوني، والاعجاب الاعجاب الاعجاب. اشكركم.